اعتقد العملية حملت الهدف الثاني كابتن محمد، عمل كبير طبعا، فني رائع مهاري اولا، ولكن ايضا عملية تناقل الكرة. طبعا تحضير للهدف تحضير مميز بالنسبه لريال مدريد. ريال مدريد دايما اسلحته الهجوميه معروفه، او الخانات الهجوميه بالنسبه له معروفه على الاطراف. في وجود اسكو بيدي عمق هجومي وبيدي حلول في العمق. اسكو انا بقول زيدان الصغير، طريقه ترقيصه، طريقه رؤيته، طريقه استلامه للكوره، طريقه الفارق الوحيد هو في القامة بس الفكر هو والمهاره هي لذا هو مصر على ان يبقى في ريال مدريد لانه بيمثله ويريد ان يصوب. الله الله، اوه ضاعت لكنها ما زالت قويه الى خارج ارضيه الملعب. غير معقول، لم الى خارج ارضيه الملعب من منتصف الملعب. يا سلام ماذا يفعل اسكو، يا الهي، ما يا سلام على المرور الجميل، المهاره العاليه، امتاع واضطراب، لكن الكره لم. والنهارده اسكو قدم زيدان صغير واسمه الجديد ديجو ارماندو اسكو. اللقطه الجديده المهاره ديجو ارماندو اسكو. ولماذا دييغو زيدان؟ زيدان لانه تحس اسلوب لعب، ودييغو ارماندو اسكو في المهاره واللقطه اللي جابها نص الملعب، رقص حوالي 6-7 لاعبين من خيخون. وده قيمه اسكو. اسكو ما لعبش في ماتش البايرن اساسي، ورغم ذلك الا انه عنده ثقه في نفسه. الفريق النهارده كان في اشد احتياج ليه، هو كان موجود. ده مارادونا اللي ما شفناش الحاجات دي الا مارادونا، ميسي، النجوم اصحاب المهاره بدأها من منتصف الملعب، نص الملعب، مدافعين ثم مدافعين ثم مدافعين. الحاجه الجديده النهارده مش جديده، لا، الحاجه الملحوظه على اسكو حالته البدنيه. في كل المواجهات هو تلاقيه ثابت على الارض. نعم. عنده سرعه، عنده رده فعل، عنده تحس انه ذهنه حاضر في كل اجزاء المباراه وفي كل اجزاء الملعب. ده ميزه لاسكو الناحيه البدنيه. استلم ولف وخد القرار بتاع التسديد. ده يدل على انه جاهز في كل فترات المباراه من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 90. وانا بقول ان زيدان 9 تغييرات مجازفه، اللي نجح له المجازفه هو اسكو، والمهارات الفرديه اللي كانت موجوده. ده المهاره الكبيره بتاعته. ثقه في قلب ال 18 6-7 لعيبه ما يهمنيش، ثقه في نفسه ورؤيته وهدوءه، وعلى طول شماله زي يمينه. الهدفين واحد بشماله وواحد بيمينه، الاستلام مختلف بالظهر واستلام بوش